كيوصلوا غير حد هنا وكيلقاو يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. وحتى الجمله اللي تحتها فيها يا فرنسا. اش هاد العبث؟ اش هاد الاعتراف بالذل والتطبيع والاستعمار؟ كيفاش نشيد خاص بك كدوله كتجبد فيها اسم المستعمر من بعد ما دار فيك المزاجير والكوارث؟ هذا علاش ما كيقدروش يكملوه، كيقولوا جو اسطوره الاولى وكيسكتوا في 30 ثانيه. يقول يا فرنسا قد دنا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا قد دنا وقت الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. الله، شيء مذهل. أنا لما سمعت وأنا شاعر سالت دموعي. قاموا المشايخ قاموا الجزائريين عشان السلام من عادي قدامنا ألوف، حتى في الاستاد الرياضي نقلوا المحاضرة في الاستاد الرياضي في الجزائر. فأنا قلت المشايخ قوموا. قال واحد من المشايخ كيف نقوم عشان ايش؟ قلت قاموا الجزائريين ذا الحين هذول أبناء الشهداء، هذه عمه شهيد وهذا أبوه شهيد وخاله وعمه، فقمنا كلنا. هذه مسألة. يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب. يا فرنسا إن دا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب. إن في ثورتنا فصل الخطاب وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. انتحرت اندهشت عندما شفت كلمة يا فرنسا في النشيد الوطني تاعنا، وقلت يعني من العار أن نذكر فرنسا في نشيد وطني إلى آخره إلى آخره. ولكن أنا نسألك سؤال، هل قريت هذا المقطع؟ هل قريت هذا؟ ما قريتوش ولا ما فهمتوش؟ يخاطب الشاعر مفدي زكريا الاستعمار الفرنسي متوعدا إياه على لسان الشعب الجزائري بكلمات قوية يبعث من خلالها رسائل واضحة المعاني على أن اللغة الوحيدة التي يفهمها الاستعمار إنما هي لغة الثورة والجهاد، وهو الطريق الذي اختاره الشعب لنفسه لتحرير أرضه واستعادة كرامته. إذا كان ندير لك يعني ملخص على المقطع الثالث للنشيد الوطني الجزائري، راه يقول فرنسا قال خلاص ما بقيناش نشكيو، ما بقيناش نتفاوضوا يعطيوناني ما تعطيوناش، نتوما تفهموا غير القوة، لغة القوة. إذن حنا هنا ديسيدي قررنا باش نجيبوا كل ما أخذ بالقوة يسترجع إلا بالقوة، وحنا راح نستعمل القوة، راح نجاهدوا. وعندما تقول بلي الجزائريين في 30 ثانية يكملوا النشيد الوطني، الور كل النشيد الوطني تاعنا كبير، وصحيح النشيد الوطني تاعنا كبير بزاف بارابور النشيد الوطني المغربي. النشيد الوطني المغربي فيه مقطع واحد، النشيد الوطني الجزائري فيه 5 مقاطع. وفي المناسبات الرسمية كما مباراة كرة القدم أو استقبال رئيس جمهورية هنا يعزف إلا المقطع الأول. إذن واش راك تسمع أنت في الملاعب؟ راك تسمع غير المقطع الأول، ولكن المقطع الأول كاملا، والمقطع الأول ما فيهش يا فرنسا، لأن يا فرنسا موجود في المقطع الثالث. إذن هذه كذبة، هذه تاني كذبة كبيرة.